صاحب القصه بيقول في يوم خرجت انا واخويا بالليل، والمنطقه اللي حوالينا كلها زراعه بحكم ان انا عايش في منطقه ريفيه وكده، واحنا ماشيين احنا الاتنين جنب الارض بدانا نحس بحركه غريبه. الزرع كان عمال يتحرك شمال ويمين بشكل مش طبيعي، والحركه دي كانت طول ما احنا ماشيين، مش مثلا في حته معينه وبعد كده خلاص الحركه ديت راحت، لا طول ما احنا ماشيين في اتجاه جنبنا الاراضي الزراعيه الحركه دي ورانا، وكأن في حاجه ماشيه جنبنا في الزرع. انا واخويا خفنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم في ايه، وقعدنا نقرا قران طول ما احنا ماشيين. كان كل اللي في دماغنا ان شيطان عفريت حاجه يعني من اللي بتخوف دي، لغايه ما سمعنا صوت زمجره كده، ساعتها اتاكدنا ان ده حيوان مش جن ولا عفريت. لما التفت كده في الزرع شفت حيوان عمري قبل كده ما شفتوش. اخويا التاني كان قلبه جامد شويه عني، فقرب بالراحه كده عايز يشوف ايه ده، واول ما وصل عنده كانت الصدمه المرعبه، طلع عليه مره واحده